اتجوزته وهو على قد حاله، وقالت ما يعيبش الراجل غير أخلاقه، طالما إنسان محترم وابن ناس خلاص حياتنا هنبنيها سنة سنة. وعاشت معاه. كانت أوقات كتير اللحمة ما تدخلش بيتها لمدة شهر، ولا الفراخ. كانت تروح لأهلها كل أسبوع، مامتها تبقى عاملة لحمة، عاملة فراخ بقى ومحشي ومكرونة بالبشاميل، محبشة بقى لبنتها، وتقول لها كلي، انت مال وشك مصفر كده ليه؟ البنت تقول لها ابدا يا ماما، ده مهنيني الهنا الزايد اللي في الدنيا، مش مخليني محتاجة حاجة. تيجي مامتها كلي يا غالية اللحمة، تقول لها نفسي يا ماما قافلة منها، انا هبقى اخد نايبي وانا مروحة عشان لما اجوع بالليل. وهي ماشية تاخد نايبها وتاخد بقى من الاكل اللي كان معمول. من طيبتها، مش هقول من هبالها، كانت بتروح تدي نايبها لجوزها، يقول لها كلي، تقول له ده انا اكلت وشبعت عند اهلي، دي ماما بعتلك نايبك. فضلت على كده لحد ما في يوم وقعت بلسانها قدام اختها وهما بيتكلموا. فتاني اسبوع لما راحت لمامتها لقيت مامتها عامله حساب جوزها. فالبنت كالعاده انا شبعانه، قالت لها كلي يا بنت الهبله، جوزك مش هتمشي على رجله، انا عامله حسابه. تبقى عامله الست حمام تعين له جوزها، جوز بنتها، فردة الحمامة ومنابه في الأكل، وتقعد تأكل بنتها. وعاشت البنت راضية وخلفت، ومرت السنين وبقى عندها طفلين، وعدى على جوازها 4 سنين. ففي يوم بتقول لجوزها بص يا غالي، احنا ربنا كرمنا بولدين، بكرة يكبروا ومصاريفهم تكبر معاهم، ما تسافر. قال لها منين؟ انت شايفة اللي جاي على قد اللي رايح. قالت له تاهت ولقيناها، شوف عقد. قال لها منين؟ قالت له مالكش دعوة، هميل على ابويا على اخواتي وخد الدبلة والمحبس بيعهم ونكمل عليهم من السلف وهتعدي. بالفعل بدأ يتواصل مع شركات ومكاتب علشان يسافر، لحد ما لقى عقد عمل، وباعت الدبلة والمحبس واستلفت من اخواتها ومن باباها، وكملت له فلوس العقد وفلوس مصاريف هياخدها معاه أول شهر. وراح واشتغل وسدد ديون، وبدأت تعيش في استقرار نفسي، ونقلها من الشقة لشقة تانية. في شقة بتاعت جارهم فضيت، قالت له، قال لها نشتريها لحد من ولادنا. وقفلت الشقة، وعدت الأيام والسنين، وعدى 15 سنة على سفر، لحد ما جاء قال لها أنا تعبت، أنا هنزل بلدي أستقر، أعمل أي مشروع. قالت له ماشي. وبالفعل نزل وبدأ يشتغل في مشروعه الخاص بيه، لحد ما في يوم دخل عليها وقال لها أنا نويت أتجوز. جات لها حالة ذهول، قالت له أكيد أنت بتهزر. قال لها مش بهزر، شرع ربنا مثنى وثلاث ورباع، وده حقي إن أنا أتجوز. قالت له حقك، لو أنا مريضة
لو أنا مقصّرة معاك، لو أنا ما باخلّفش، لو أنا والعياذ بالله عندي مرض مزمن، ده حقك. لو أنا منكّدة عليك، ده حقك. ده أنا قايدة لك صوابع ال10 بل ال20 شمع، قبل ما تطلب الحاجة أكون منفّذاها لك. ده أنا شغّالة ليك أراجوز في البيت، ما بتجيش غير أمّا بتلاقيني مبتسمة في وشّك، وتلاقيني لابسة ومتشيّكة في انتظارك. عمري في يوم من الأيام ما اشتكيت لك، من أول ما اتجوّزنا لحد دلوقتي. يبقى ده جزائي يا ابن الناس؟ بص لها بسخرية، وقال لها شرع ربنا هتعترضي عليه؟ ده حقي. وعلى فكرة، علشان ما تقوليش ان انا ظالم وما بعدلش، انا هقعدها في الشقة اللي فوق، يوم ليكي ويوم ليها. واتجوز الهانم، بنت جنود عندها 20 سنة. وفعلا قسم ايام الاسبوع، يوم لدي ويوم لدي. اليوم اللي كان بيطلع له ضرتها، كانت الاخت تقوم بالليل تصلي ركعتين لله، وتقعد على السجادة ماسكة السبحة وتقعد تحاسبن عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. اللهم أرني عجائب قدرتك وعظمتك، اللهم انتقم لي بحق قهرة قلبي وكسرته. لحد ما في يوم الباب خبط جامد، باب الشقة، بتفتح، لقت الناس شايلين جوزها وجايبينه ليها. في ايه؟ اتخضت. قالوا لها جوزك عربية خبطته، وديناها المستشفى وعمل تحاليل وجبناه، وادي الروشتة اللي الدكتور كتبها. فبتسأل واحد من الصنايعية اللي عند جوزها ازاي حصل الكلام ده؟ قال لها ما نعرفش، ده كان بيعدي زي ما بيعدي الطريق الناحية التانية، جت العربية زي ما يكون جت من العدم، بس الحمد لله انه ما ماتش. قالت له حصل الكلام ده امتى؟ قال لها ده حصل من الصبح، وخفنا نيجي نخضك، فضلنا طول النهار معاه في المستشفى. قعدت جوزها جايبينه متكبس، رجليه متكبسة وعمال يصرخ. فضلت طول اليوم، طبعا جايبينه اخر النهار النهارده، فضلت تاني يوم طول النهار تخدمه. عدى اليوم بسلام. تاني يوم الصبح بدري من البلكونة نادت على 2 شباب كانوا واقفين، وقالت لهم تعالوا شيلوا جوزي طلعوه فوق. جوزها جات له حالة ذهول. ازاي؟ قالت له انت بكامل صحتك قسمت ايام الاسبوع بيني وبين ضرتي فوق، اتجوزت عليا وكسرت قلبي، وانت بمرضك تشيلك، يوم ليها ويوم ليا. ده شرع ربنا وعدل ربنا. ولا هي يبقى شرع ربنا وانت سليم يوم ليها ويوم ليا، ولما تمرض يبقى ليا انا لوحدي؟ يبقى طبق الشرع في صحتك وفي مرضك. صاحبة المشكلة بتقول وكل يوم على كده جوزي ما بيني وما بين ضرتي. هتقولوا ممكن يطلقك؟ اقول لكم استحالة، لانه عارف ان ضرتي مادية، نحلة وبره اول باول، وممكن في لحظة هترفض تكمل معاه وهتطلب الطلاق وتسيبه، لكن انا اللي هستحمل. انا عملت كده يا توحة، هو ان شاء الله ان شاء الله هيخف وهيقوم وهيفك الجبس، بس مسألة وقت. بس حبيت اعرفه
الظلم وحش. ليه الراجل لما الفلوس بتجري في ايده يقل بأصله ويتجوز على مراته ويقول شرع ربنا؟ انا مش ضد الشرع لو انا مقصرة معاه. انا سألته كتير قدام اهلي، لو مقصرة معاك في يوم يا ابن الناس قول لي. لو انا في يوم من الايام قصرت عاتبني. يقول لي انت عايدالي صوابعك العشرة شمع. انت عمرك ما قصرت معايا، ومن ايام القحرطة لحد دلوقتي. طب ليه الراجل لما الفلوس بتجري في ايده يجري ويقول شرع ربنا؟ ما يعوضش البني ادمه اللي وقفت معاه في بدايه حياته وداقت المر والصديد، وهو في غربته كنت انا بالنسبه للولاد الاب والام. ليه ما يقولهاش كلمه شكرا انه يحتويها ويعوضها؟ مش يجي في الاخر يقل باصله ويتجوز ويجي بمنتهى الرعونه والكبر ويقول شرع ربنا. ربنا متبري منه ومن امثاله. انا مش شمتانه في جوزي، لا، المرض لا شماتة فيه، بس انا عملت كده يوم ليا ويوم لضرتي علشان يحس انه ظلمني، انه كسرني، ان ضرتي دي مش هتستحمله. صدقيني اليوم اللي بيروح لها بيبقى صوتها قد كده، تقعد تقول له انت قرفتني طول النهار، عمال تطلق عايز عايز عايز، ايه الهم ده؟ انا مش جايلك ممرضة. عايزاني بقى كنت انا اخدمه في مرضه، واول ما يقوم هيجري عليها هيرجع تاني. عايزاني اخدمه في مرضه علشان هي تيجي زيارة حبيبي وهق ومق وتاخد بعضها وتطلع شقتها وتسيب لي انا هم خدمته؟ لا، انت زي ما اكلت حلوه كلي بر معايا. يا ترى صاحبة المشكلة غلطانة في اللي عملته؟ انا عن نفسي لا، مش غلطانة فعلا. ومش شرع ربنا كان مقسم ايام الاسبوع؟ يبقى فعلا شرع ربنا في المرض يتقسم ايام الاسبوع. انتوا ايه رأيكم؟ في انتظار تعليقاتكم وآرائكم، وبقولها ليكم لو أي حد عنده حكاية قصة تنفع للنشر علشان تكون عبرة لينا كلنا نستفيد. مش عيب إن احنا نستفيد من أخطاء بعضينا ومن مشاكل بعضينا. ففي انتظاركم في أي مشكلة حدوتة حلوة كده زيكم على الواتس 0122 916 20 19. أشوفكم على خير.